كلكم سمعتوا الجزء الاول ديال القصه وعرفتوا شكون هما الشخصيات اللي معانا وشنا هي القصه، ولكن في هذا الجزء غادي نعرفوا فين هي امها، شكون باها، وعلاش داروا هذا الشيء كامل. في هذه الحلقه غادي نكتشفوا مجموعين الحقيقه ديال داك الصندوق اللي كان مخبي في الكراج. اليوم الحقيقه غادي تكون اخطر وتكشف جريمه مدفونه سنين هادي. ملي مشات سلمى للبوليس بداو التحقيقات، رجعوا للوراق اللي لقات في الصندوق. في هذوك الوراق كاين واحد الاسم اللي كان كيتعاود بزاف واللي هي فاطمه، السميه ديال امها. دابا غادي نعرفوا القصه ديال امها فاطمه، فين مشات وشنو كدير دابا. فاطمه ملي ولدات قالوا ليها ولدتي على سلامتك. الله يسلمكم. فين بنتي؟ بنتك هي جايه، ديرها غير السبيطار هنايا حدانا حيت تزادت شويه ما كتنفسش مزيان ومريضه. عطوني بنتي عافاكم، ما تحرمونيش منها بركه، غير هادشي اللي درتو فيا 9 شهور كامله. لا كوني هانيه، غادي نجيبوا لك بنتك. سعيد اجي هنا. شوف فاطمه فقط وما خاصها تحس بحتى شي حاجه. ديو البنت وديروا خدمتكم، راني هضرت مع مدير الخيريه وفاطمه خليها عليا. صافي واخا كوني هانيه. اختي فاطمه ياك ما خصتك شي حاجه، هانتيه كولي شويه درفيسه، راه انا اللي صايبتها لك، وان شاء الله ملي تقعدي ويتقعد وسادك غادي نجيب لك بنيتك حتى لبين يديك، غير كوني هانيه. هذه اللي كتهضر دابا هي مولات الدار، وبصح طيبت لها الرفيسه بيديها ودارت فيها واحد الماده باش فاطمه تبقى ناعسه مده طويله، ويهزوها ويغبروها. وفي واحد الليله المشؤومه هزوا فاطمه، داروها في واحد الخنشه كبيره، وتعاونت هي وولد خالهم اللي كما قلت لكم عساس، وداروها في الطوموبيل وداوها لواحد الخلا بلا حتى شي رحمه. وهاد الخلا كانت تما واحد الدار فيها كل شيء، كوزينه، تواليت، صالون، بيت النعاس، مجهزه بكل شيء. تخيلوا معايا هاد الام فاطمه عاشت حياتها كامله في هذاك الكوخ او ديك الخربه، ما عارفه والو على بنتها، حتى باش تخرج من تما ما عارفاش. وكانت مولات الدار كل سيمانه كتدي لها القفه فيها اللحم، الدجاج، الخضره، الديسير، شم محلات فما. الضو الماء ديال ديك الكوخ كان كيتخلص، كانت عايشه بحال شي حيوان. وفي هذيك القفه كانت كتصيفط معاه واحد الدواء، وهذا الدواء هذا كانت كتشربو فاطمه باش تنسى حتى فقدت عقلها ولات حمقى، غير شاده الركنه وجالسه. ودابا غادي ندورو نشوفوا شكون هو المغتصب، يعني شكون هو با سلمى، واش مول الدار، واش ولد خالهم اولا خوه. وملي بداو التحقيقات كلشي نكر بطبيعه الحال، ماشي انا كذوبه سيدي، ما عندي حتى شي علاقه. وسلمى واقفه في واحد القنت وكل واحد كتشوف فيه الملامح ديالها، هي ما بغات منهم والو، هي كتقلب فقط على الحقيقه، كتقلب على شكون فيهم كان السبب في الوجود ديالها في هذه الحياه. وملي البوليس ما لقاو حتى شي حل، وهنا قرر يدخل تحليل الADN باش تبين الحقيقه. ولكن الحقيقه كانت اخطر. في هاد الثلاثه هادو واحد فيهم هو الاب ديال سلمى. الا بغيتي تعرف النهايه الصادمه دير لايك واشترك عندي في القناه وبقى معايا. النهار اللي كانوا غيمشيو يديروا فيه الADN كل واحد فيه كان عنده خوف، اللي داير واللي ما دايرش، ولا اللي غير سامع، ولا اللي فراسو شي خبار. مهم بالثلاثه بيهم كان شدهم الخلعه. غير بيناتنا في نظركم، وقبل ما تسمعوا الاخر ديال القصه دير بوز في لا فيديو وهبط لي كومونتير وكتب لي شكون شاك فيه. واش الراجل اللي ساكن في الدار، يعني راجل مولات الدار، واش خوه اللي ساكن معاهم اولا ولد خالهم. البوليس داروا مع البنت سيمانه وترجع لعندهم. انا الصراحه ما كنعرفش الاجراءات اللي كيدوز منها الADN، ولكن داروا معاها سيمانه. هذيك السيمانه كامله وسلمى كتفكر ليل ونهار شكون فيهم، كتعاود الفيلم اللي شافت، كتعاود السيناريو اللي عايشت في الكوميساريه، كيفاش كل واحد كان كيشوف فيها وكل واحد اشنو كانوا عنده في عينيه. داز 7 ايام. الو السلام عليكم. لا لاباس؟ لاباس الحمد لله. معايا الشاف ياك؟ اييه بنتي هو هذا. المهم بغيت نقول لك بلي راه خرجوا التحاليل وخاصك تجي عندنا دابا الكوميساريه، وما تنسيش بنتي تجيبي معاك المحامي ديالك. محامي؟ ولكن علاش؟ الا ما كانش عندك محامي غير اجي بعدا وغادي نشوفوا شنو غنديروا. بدات كتفكر علاش قال ليها البوليس يجيبي معاك المحامي.
هاد لاديان دوز على يد محامي واجراءات قانونيه باش كلشي يكون قانوني وما يكون فيه حتى شي مشكل. من بعد الاجراءات المغتصب والاب البيولوجي ديالها هو مول الدار. وللاسف مولات الدار كانت عارفه من الاول وشافته كيدير فعلته وسكتت. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، السيده كان عندها مشكل بينها وبين راجلها. هذا الراجل هذا ملي شاف اول فرصه قدامه ما ترددش حيت فاطمه كانت واحد المراه قاده وزوينه وفيها جميع مقومات الجمال. وبما انه هو راجل مريض نفسي وعنده شي حاجه في باله، بانت له غير هي ودار فعلته. وخوه اللي كان معاهم في الدار سمع فاطمه كانت كتضرب في الحيط وناض وطلع عليه وشافو حتى هو شنو كان كيدير وسكت هاد السنين كامله. ومشى قالها لهذاك ولد خالهم، قال لي راه شفت فلان اشنو كيدير. الاخر مع بغى خديمته بغى يوكل وليداتو، قال له انا ماشي سوقي، دبر راسو. دوك الخدامات موالفين بداك الشيء، كتعرفوا دوك الرجال اللي كتكون عندهم بحال هاد العقليه. وتسدت القضيه وهاد السنين كامله وهاد البنت مسكينه عايشه في هاد القهره والعذاب والحقره ديال انها ما عارفاش شكون والديها. ايوا هنا ملي عرفنا شكون هو المغتصب، دابا غادي نشوفوا كيفاش غدير توصل لامها. استدعاو الناس كاملين، استدعاو مولات الدار، استدعاو مول الدار، مهم استدعاو الشهود، استدعاو كل شيء. دابا في الاصل كل واحد فيهم غادي ياخذ واحد العقوبه سجنيه ضروري حيت تستروا على واحد الجريمه، هذه معروفه واكيده. ولكن الا داروا معاهم هكا من الاول، سلمى كيفاش غدير توصل لفاطمه امها؟ وهنا داك الكوميسير طلع واحد ولد الناس ما كاينش بحاله، تعاطف مع سلمى وشاف الحاله ديالها كيفاش دايره وقال ليها ما تخافش، هو غيوقف معاها ويعاونها. وقبل ما يلقاو القبض على مولات الدار وهذيك الروينه كامله، هز الكوميسير سلمى ومشى عند مولات الدار، دقوا عليها، دخلتهم، رحبت بهم وكل شيء، بقاو كيهضروا. قال لها شوفي انا جاي عندك اليوم ماشي كصفه رسميه، ككوميسير غادي نلقي عليك القبض، انت عارفه شنو دايره وعارفه راسك شنو شفتي وتسترتي على جريمه وسجنتي مراه وشحال من حاجه وديتي بنت الخيريه واخا انت عارفه والديها البيولوجيين. ما غنديكش دابا معايا، ولكن شرط عليها باش تمشي توريهم البلاصه ديال فاطمه وتعاود ليهم القصه كيف ما عاودتها لكم انا، باللي كاينه في هذاك الخلا وباللي كاينه في واحد الدار بحال شي كوخ وباللي كتوصلها الماكله كل سيمانه واللي بغاتها كتوصلها. ولكن الحقيقه المره ان فاطمه ولات حمقى مسطيه بسبب هذاك الدواء اللي كانت كتعطيها. كانوا كيعطيوها واحد الدواء مسكينه اللي كانت ديما عقلها خارج. ديما راهو الطوموبيل ومشاو لهذيك البلاصه. سلمى اول ما حطت رجليها في هذاك الخلا حاشاكم تصدمات، بنت ليها الدار بوحدها في وسط واحد الخلا حاشا ما كتوصل لا طوموبيل لا طير. حلوا الباب، لقاو السيده متكيه ما هيش في هذا العالم، مسخه، طفرها مسخين، رجليها حالتهم، حوايجها مقطعين وناسه. سلمى اون فوا شافتها طاحت الارض وبدات كتبكي، ما قدرتش تصبر ولا تشد دموعها، تبوس لها يديها وتبوس لها راسها. انتي هي امي، انتي اللي ولدتيني، عذبوك على قبلي، كل ما كنت انا كون كاع ما يطرا فيك هذا الشيء. وبزاف ديال الهضره، تقريبا شي ساعه وهما معاه في داك الكوخ باش قدروا يفيقوها، باش قدروا يهزوها، حيت مسكينه ملي شفتهم كتبغى تضربهم. راكم عارفين الانسان ملي كيعيش بحال هكا خلوي سنين كتكون قاصحه شويه. الكوميسير ما ترددش، لقى القبض على ديك المراه وجاو كاملين لكازا باش يكملوا الاجراءات. الدوله تكلفت بالسيده، داوها لواحد الطبيب نفسي باش يعالجوها وباش ترجع كيف ما كانت. وسلمى بقات مع الام ديالها كل مره كتمشي تطلع عليها. ونقول لكم القصه ديالي راها سعيده، النهايه ديالها زوينه. مول الدار ملي تشد تكلف واحد المحامي وقال ليه باش يكتب هذيك الفيلا اللي بغينا نقولوا قصر تبارك الله، تقسم بيناتهم ما بين بنته البيولوجيه ايمان اللي كنت قلت لكم عاونتها في الجزء الاول، وما بين سلمى ولات عندها الملاكات هي، ولات في دار، ولات بطوموبيلتها، ولات بالشيفور، امها تعالجات. ولكن مسكينه واخا هاد النهايه الزوينه ديما عندها شي حاجه في قلبها كتحفر ليها، بقات فيها الشمته والحقره اللي عاشت. ايوا نتمنىكم تكونوا استفدتوا من القصه ديال اليوم وتكون عجبتكم، هذا هو المهم عندي. الا بغيتوا قصص اخرين جداد نتوما اللي تختاروا، دخلوا للسونداج وغادي تختاروا القصص اللي بغيتوا نعاودها لكم. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو فراسكم.